فلا بد أن يعرفنا الله بنفسه، وقد خلقنا ليعرفنا بنفسه. حتى أحد التفسيرين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليعرفون، فمن عرف الله عبد الله. فليعرفنا بنفسه، وصف نفسه، سمى نفسه، وصف نفسه بأسماء وأوصاف موجودة في المخلوقين من حيث الألفاظ ومن حيث المعاني. أما الحقائق والكيفيات فكل من الخالق والمخلوق صفاته تليق به، فصفات الخالق تليق بالخالق، وصفات المخلوق تليق بالمخلوق، وانتهى الأمر الحمد لله. فلما يأتي واحد من أهل البدع ينتسب الإسلام زورا ويقول أنتم تعبدون الرب له ساق وله يد وله وجه. قال لي واحد هكذا اتصل فيني، مدري رقم خارجي مدري وين، قال أنتم في ناس يقول الله له رجل. قلت من اللي قال؟ قال أنتم. كان اللي يعرف من الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى. تكذب النبي عليه الصلاة والسلام؟ طبعا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرون بالنبي عليه الصلاة والسلام ويطعنون بعرضه وأصحابه، ما لهم نصيب في الإسلام. لكن انظر إلى هؤلاء، يأتي لهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام وينكرونه، ويقول لا يمكن قاله النبي عليه الصلاة والسلام. على أي أساس قاله؟ على أي أساس أنت قلت يعني؟ هذا بالأسانيد الصحيحة. ولذلك من الطرائف، والطرائف كثيرة، قيل لشيخنا أبو يوسف رحمة الله عليه في تحقيق في وزارة الأوقاف في سوريا، قيل له أنت تنكر المذاهب الأربع، أنت متهمتها تنكر المذاهب الأربع، تنكر الأئمة الأربعة. قال ممكن أسألك سؤال؟ قال تفضل. قال في واحد اسمه عنتر بن شداد. قال شو السؤال؟ قال بس جاوب، في عنتر بن شداد؟ قال إيه من؟ قال في عنتر. من عنتر؟ قال شخصية جاهلية شاعر. قال معقولة عنتر بن شداد نؤمن بأن في واحد جاهلي شاعر اسمه عنتر بن شداد، مصدقين ان في عنتر بن شداد، ونكذب بأن في أبو حنيفة، في الشافعي، وفي أحمد محمد، في مالك؟ لا يمكن. أئمة ومشهورون وكتبهم وطلابهم ومدارسهم. ايش الكذبة هذه كذبوا عليك ان انا انكر الأئمة الأربعة؟ ما انكرنا عنتر حتى ننكر ايش؟ الأئمة الأربعة. لكن كل عصر المصر كذب وافتراء، ما يجدون حيلة ولا يجدون سبيلا ولا يجدون حجة إلا أن يكذبوا ويفتروا. انتبهتم؟ فتأتي إلى هؤلاء يقول لك هذا حديث آحاد رواه البخاري. طيب من؟ فلان عن فلان عن فلان، آحاد، يمكن أخطأ. طيب في واحد فيلسوف اسمه أرسطو، في واحد اسمه أفلاطون، يقول إيه وقال أفلاطون وقال أرسطو، عندك عنهم أسانيد؟ هذا لا مصدق أفلاطون، مش مصدق البخاري، مصدق النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم تستدلون بأقوال وأخبار بين الأرض والشمس كذا مليون سنة ضوئية، قايسة يعني أنت؟ قالوا هكذا وقلت معهم، صح ولا؟ تصدقوا منامات وخرافات. وإذا جئت إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم، الأمة روتها، بعضهم يقول أخذ بالقرآن وأخذ بالسنة. طيب حتى القرآن ترى منقول إيش؟ بالرواية أيضا. المفروض يا أخي اترك القرآن، لأن القرآن أيضا رواه فلان عن فلان عن فلان. أول واحد سمع النبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليه القرآن، سمعه، بلغ من بعده حتى وجد في المصاحف. إذا بعد يمكن انكر القرآن أخلص. هذا كله كلام باطل للتشكيك. يأتي واحد يشكك بشيء وهو لا يفهم فيه، ما يعرف أن الأمة هذه أمة سند، أمة أسانيد، أمة رجال أخذوا يترجمون لكل راو، ضعيف، ثقة، كذاب، دجال، ينسى، يهم. درسوا كل شخصية روت حديثا، درسوا حالته، متى ولد، متى توفي، من مشايخه، من طلابه، عن من أخذ، رحلاته، أي بلد نزل، متى حج، متى كذا. أشياء عجيبة، جهد عظيم سخرهم رب العالمين حتى يبقى هذا الدين. خلقنا لنعبده ثم يضيع الدين، كيف نعبده؟ إذا كلفنا بما لا نطيق. كان من رحمة الله أن يحفظ هذا الدين حتى لا يبقى لأحد حجة بعد الرسل. لو قال ما علمت، ما أرسلت لي رسولا، لكان له عذر في ذلك. رب يقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. فحفظ الله هذا الدين كتابا وسنة. فنحن نؤمن بالكتاب والسنة، ونحن أسعد الناس بين هذه الفرق وهذه الملل وهذه النحل أن نعظم الكتاب والسنة، وما نتكلم بكلمة في العقيدة ولا في العبادة إلا بقال الله قال رسوله. ارفع رأسك يا مسلم يا سني، دع هؤلاء الذين يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة أنه أحد، وصدقون أفلاطون وأرسطو وعنتر بن شداد. نسأل الله العافية. هذا دين حفظه الله جل وعلا رحمة للعالمين.